اسمعي يا بنت انت، الناس لسه راضين عليها حاله، انا حالي هيقف بسببي. رفضوا. ماليش نصيب خلاص. طب اعمل ايه طيب؟ مالكيش نصيب ازاي؟ لا اتصرفي. يعني امشي في الشارع اشوف، اقول يشوف حد يتجوزني مثلا عشان اخويا عايز يتجوز، عشان عايز يخرجني من الشقه. اه بسببك انا بقالي دلوقتي 4 سنين خاطب، واهل خطيبتي عمالين يزنوا على دماغي. هستنى لحد امتى؟ ما انت عارف ان انا عايز اتجوز في الشقه. طب اعمل ايه؟ في ايدي ايه واتصرف ازاي انا؟ يعني اعمل ايه طيب؟ قول لي وانا معاك. خلاص خد لي شقه ايجار بره، ما هعمل ايه؟ ما انت عايز تمشيني من بيت ابويا عشان حضرتك عايز تتجوز وعايز تغورني لاي عريس يجي وخلاص، ومحدش بيوافق عشان شكلي. لسه ابن الحلال ما جاش، لسه رزقي ونصيبي ما جاش. طب اعمل ايه؟ ورزقك ونصيبك ده هيقعدني لحد امتى جنبك؟ لحد ما اكسر ال30؟ ما ترد عليا. طب انا اعمل لك ايه طيب؟ وانا اعمل ايه انا كمان؟ انت اصلا بترخصني. انت اصلا كل شويه تكلم حد من صحابك شكل، انا عندي ليك عروسه، انا عندي ليك عروسه، انا عندي ليك عروسه، اختي اختي اختي، وكم حد من صحابك يجي يشوفني وما يوافقش عشان شكلي. ايه يا عم؟ ايه يا عم؟ ما تخليني قاعده معاك معززه مكرمه لحد ما يجيلي نصيبي. في ايه؟ هو كل ده علشان انت تتجوز وتغورني وعشان الشقه تفضلك تتجوز فيها براحتك؟ ما هو انت عارفه من ساعه ما انا خطبت وانا هتجوز في الشقه وانت موافقه. انا ما قلتش حاجه، وانا مش عايزه منك حاجه، ونصيبي ليك يا عم انا مش عايزاه. بس انا هروح فين؟ انت عارف لا اخوالك نفعونا من بعد وفاه ابوك وامك ولا عمامك نفعونا. كنت اقول لك ان انا اروح اقعد عند اي حد فيهم وانت اتجوز. بس انت هيهون عليك ان انت تشوف لي شقه ايجار بره وتقعد بنت لوحدها في شقه لوحدها بره؟ ما انا قاعده معاك لحد ما نصيبي يجيلي. ما انا اعمل ايه؟ يعني انا اعمل ايه؟ يعني انا لما انا عايزاك تتجوز وعايزاك تفرح واعمل اللي انت عايزه، بس انت برضو بتيجي عليا كده، وانا بيصعب عليا نفسي لما انت بتكلم حد ان انت تشوف لي عريس. ما تسيبني قاعده معاك لحد ما يجيلي نصيبي. بلاش كده، انت بتكسرني خلاص. يا عبدو. انا ما خلاص. استخسرتش فيك نصيب. انا ما استخسرتش فيك نصيبي وقلت لك خده، قلت لك اتجوز انت في الشقه، وانا مش عايزه حقي. وانا مش عارفه انت ليه بتعمل معايا كده. خلاص خلاص، دي شقتك. انا نصيبك مش هاخده، ده نصيبك انت. وانا مش عايزاه، انت اخويا واللي معايا معاك، ما فيش اي مشكله خالص. خلاص، خليكي قاعده معظمه وكرامه معايا لحد ما يجيلك ابن الحلال، وانا هتصرف مع اهل خطيبتي. حاجه ما تزعلش بقى مني. احنا مالناش غير بعض من بعد ابوك وامك الله يرحمهم، احنا مالناش غير بعض. عارف فبالله يا عليك بابا. ما تعمل فيها كده تاني. معلش، وانا حقك عليا، هو بس ضغط عليا من اهل خطيبته وخطيبتي عمالين يزنوا فوق دماغي، فانا هتصرف انا معاهم. ما تشغلش انت بالك باي حاجه، انت هنا قاعده معززه مكرمه لحد ما انا اسلمك لعريسك بنفسك. ماشي؟ حقك عليا.